قبل كل انترفيو جديد بنقعد نحضر كتير هنقول ايه وايه الاسئله، بس بننسى حاجه مهمه جدا وهي البادي لانجوج. هل فعلا لغه الجسد ممكن تخليني اخد rejected او accepted في الانترفيو؟ ادينا كده 4 نصايح علشان نقدر نحسنها. بالنسبة للانترفيو، أي حد بيدخل انترفيو بتبقى فرصة بالنسبة لك إن في وقت قليل إن أنت to show yourself. فجزء من ضمن الحاجات اللي أنت بتقيم عليها في الانترفيو هو البادي لانجوج بتاعك. أنا يهمني إن حد يشتغل معايا يكون بيعرف يكوميونيكيت كويس. جزء من ثقتك في نفسك بتبان في البادي لانجوج بتاعك. يعني في حركات معينة أنت لما بتعملها وبتكررها فده بيدينا انديكيتور إن أنت مش مرتاح. حاجة كمان إن أنت في بعض الأحيان ممكن البادي لانجوج ما تكونش بتعبر عن اللي أنت بتقوله، نبتدي نحس إن أنت ما عشتش الموقف اللي أنت بتحكيه ده، أو إن أنت ممكن تكون بتقول حاجة عكس اللي جواك، زي مثلا الناس اللي بتبقى قاعدة طول ما هي قاعدة عمالة تحرك رجليها. عشان كده لازم تركز فيها كويس قوي. اول حاجه لازم تركز في الفيشل اكسبريشنز بتاعتك، تعبيرات وشك. بتبص للناس اللي انت بتكلمها اي تو اي، يعني بتبص في عينيهم وانت بتكلمهم. الاي كونتاكت من الحاجات اللي بتبين ان انت واثق في نفسك، بتبين ان انت عشت كل حاجه انت بتقولها وبتتكلم بصدق. مهم وانت داخل بتسلم على الناس ان انت تبتسم في وشهم. طبعا وانت بتعمل شيك هاندز، دي حاجه من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها، ان انت بتسمايل وانت بتسلم عليهم، وده جزء من البادي لانجوج باي ذا واي. دي كانت شويه تيبس كده عن البادي لانجوج جوه الانترفيو، ايه الحاجات اللي تاخد بالك منها. ولو عايز تفاصيل اكتر سيب لنا كومنت واحجز معانا في كورس الانترفيوينج سكيلز اللي موجود منه اونلاين واوفلاين. سيب كومنت وحد من التيم بتاعنا هيتواصل معاك.